وبما ان يا صديقي اتفرجنا على ماتش الكوت ديفوار وبوركينا فاسو، واحب اقول لك ان احنا خلاص هنقابل كوت ديفوار، وهي يعني عملت اداء خرافي جدا وهنتكلم، بس احنا هنتكلم على الاداء الخرافي من الجزائر والكونغو الديمقراطي. المباراه اللي عجبتني جدا واللي كانت عامله اداء فاجر بامانه، واللي انت تشوف عادل بولبينا اللي هو اصلا كان هيروح للاهلي زمان بصراحه للدحيل وبتاع. مش هنخش يعني في تفاصيل كده كتير، لكن انت النهارده انت بتشوف اداء من الجزائر اللي هو الجامد والطبيعي. وليه بتقول لي الجامد والطبيعي؟ عشان انت اكتريه فيه متوشه بتحس ان هي ما فيهاش كوره قوي او ما فيهاش اللي هو الاستحواذ. يعني انا كنت منبهر جدا بالاداء، وحوار الراجل اللي هو كان بيبقى عامل بايديه كده ده وبيفضل واقف طول الساعتين صعب عليا بامانه، بس مبسوط للجزائر يعني. وبما ان اللي احنا فتحنا نقطه بتاعه حوار اللي احنا العرب ونفسها تخسر، المنتخبات العربيه نفسها لازم كلها تطلع، بلاش منتخب عربي ياخد البطوله مش عارف ايه، واحنا الاولى واحنا اللي مش عارف ايه وحاجات كده كبيره يعني. فهو يعني عامة النقطة دي أنا عايز أقولها بس وتكون بسيطة جدا. أنا عايز يا معلم اللي أنت تهدي نفسك شوية وتاخد بالك من الكلمتين اللي أنا أقولهم لك، اللي أنت لازم تكون واخد بالك اللي أنت أنا معاك، اللي أنت لازم تشجع بلدك وهي الأولوية الصالحة ليك، وهي الأولوية للبطولة اللي أنت تقول اللي أنت من وجهة نظرك شايف اللي هي تاخد البطولة. بس أنا مش شايف اللي أنت تطلع لي الإبراز اللي أنت يعني فاهم اللي هو أنا عايزك أنت تخسر، ما أنت معاك 7 أفريقية ايه يعني مش عارف ايه، كلام ملوش اي لازمه. وحوار اللي هو ايه ربنا بيدي للمجتهد عامه يعني واللي بيتعب، فربنا كرمك الف مبروك. ربنا ما كرمكش يعني خلاص هارد لك يا معلم. ولو انا كده كده طبيعي انا نفسي بلد هي اللي تبقى الاول في العالم، يعني انت فاهمني، مش في افريقيا بس، تاريخنا بيقدر يحكم بكده ومش غرور يا معلم. لكن انا لو طلعت هارد لك هاتب المنتخب هل لاعب وحش او لاعب حلو، خلاص دي حاجه ما نقدرش ننكرها. لكن انا النقطه اللي انا اقدر اتكلم فيها اللي انا لو لقيت منتخب عربي ربنا وفقه، يا اما اقول له هارد لك يا اما ما اقولوش احسن وخلاص، انت فاهمني، عشان تريح دماغك واكون انا استريحت عامه يعني. بس هل انت اداء الجزائر ده يقلقك؟ اكيد طبعا يقلقني. هل اللي هم وحشين؟ لا طبعا مش وحشين، اللي هم ممكن يعملوا حاجه ياخدوا البطوله لبعيد. هيقول لك هياخدوها فين يعني، انت فاهم، اللي ياخدوا البطوله يرفعوا الكاس يعني، انت فاهم. هتقول لي والمغرب والرجال والناس التانية دول مش جايين معاك سكه؟ لا يا معلم، انا شايف الجزائر دلوقتي هي عامله يعني هي بالدكه اللي عندها باللعيبه اللي عندها، ابراهيم مازا وفي لعيبه كتير، بس عشان برضو ايه ما سقطش يعني، تمام، دكه محترمه والخطه يعني التشكيله الاساسيه يعني جامدين يعني، انت فاهم، ما يبين لك اللي انت المفروض المغرب اللي عليها ضغوطات ما بتعملش بالاداء اللي الجزائر هي اللي بتعمله ده. بس ما علينا، احنا هنتكلم في نقط تصريح صلاح وهنتكلم في نقط تانية خلاص يعني فاهم، هي غريبه شويه بس خلاص ولا يهمك يا معلم. وعايزين نشوف الجديد بقى اللي احنا لازم نشوف حسام حسن. اللي انت يا معلم اللقطه اللي انت عملتها في الجون بتاع صلاح لما جيت تالت وجيت شاورت وعملت كده وانتوا لا، ودي مش عارف ملهاش لازمه خالص. انت كل اللي انت تعمله اللي انت ماشي في البطوله كويس، انت رايح دماغك وصف دماغ من ده. انا عارف اللي انت مضغوط وعارف اللي انت عايز تعمل اي حاجه للبلد، وانا مبسوط بحاجات زي دي، بس انا نفسي اللي انت تركز. انا عارف اللي انت مركز، بس حاجات اللي بتضايقك دي حاول تمسك اعصابك فيها. انت لاعب مش قليل، انت لاعب لحد دلوقتي الهداف التاريخي لمنتخب مصر لحد دلوقتي. تقول لي ليه لحد دلوقتي؟ تقول لي صراحه جاي في الطريق ياخدها يعني، انت فاهمني، بيقرب منه يعني اكتر، تمام. نقطة كمان اقدر اقول لك عليها اللي انت لازم تكون واخد بالك من الفترة الجاية، لعيبة الكوت ديفوار الجيل بتاعه اتغير خالص يعني، انت فاهم، في لعيبة من ساعة ما خدت كاس الامم الافريقية اللي فاتت دي غير كاس الامم اللي لعبوها دلوقتي، لعيبه متغيره جدا. في لعيب جامد فشخ يعني، اتمنى يعني احمد محمد هاني يركز معاه وبتاع، اللي هو اللاعب رقم 19 لا مش رقم 19 بتاع خط النص، اللي هو عنده 19 سنه، ما اعرفش لحق يعمل كل ده ازاي وبيلعب اساسي وبتاع عادي. ما هو ابراهيم مازا يعني في الجزائر مولع الدنيا يعني،
وبالرغم ان هو ما عملش ماتش جامد قوي النهارده يعني مع الكونغو الديمقراطي. النقطه بقى اللي هي اللاعب ده بيلعب في طرابزون، اللاعب ده مميز جدا وكان عامل مباراه جامده النهارده، فاتمنى ان انتوا تاخدوا بالكم وتحاولوا تقفلوا الدنيا عليه، يعني دي النقطه اللي انا خدت بالي. واللاعب اللي بيلعب في لايبزيج عنده 19 سنه، هجمه ما شاء الله عليه، اللي جاب الجول الثاني ممتاز يعني، انت فاهم. ربنا يستر علينا يعني، ربنا يستر عليك يا هاني، ما بقللش منك اقسم بالله، انا عارف ان انت صاحب المواعيد الكبيره ومش هتكسفنا ابدا يعني. وانا اتمنى ان المنتخب يركز تمام، والاداء اللي انت لعبته قدام بنين غير الاداء اللي انت هتلعب بيه قدام كوت ديفوار تمام. انت هتلاعب فرقه هي عارفه هي بتعمل ايه، ماسك الكوره امتى، وهتلعب حوار ماسك الكوره على رتمات، مش على مزاجك انت اللي انت تسيب لهم الكوره ويفضلوا يلعبوا. لا، انت ممكن تمسك الكوره وتعمل عليهم هجمات، وممكن انت تمسك الكوره وتعمل عليهم هجمات. بس المشكله اللي هم اقوى دفاع لحد دلوقتي من ساعه ما لعبوا ما دخلش فيهم غير جون واحد بس تمام، جون واحد بس اللي دخل فيه الى ما اعتقد يعني. هم عاملين كذا ماتش كلين شيت تمام، ودي حاجه يعني يبين لك اللي هو اقوى دفاع في البطوله لحد دلوقتي، ودي نقطة يعني فاهم تخليك تكون مركز شوية تمام. نيجي بقى التصريحات صلاح، عشان برضو النقط دي فاهم هتحس ان هي مستفزة وهتقول لي المينتاليتي ومش عارف الراجل ده بيفكر ازاي، وهل واحد بالعقلية دي يقول رد زي ده ويقال له بتاع. بص عشان ما نضحكش على بعضينا، هو قال نص كلامه صح تمام، وما نضحكش على بعضينا تاني. هتقول لي تاني؟ اقول لك تاني عشان انت اللي بيشوف الترجمة بيحولها لسياق تاني خالص تمام. انا يا عم هحتسب النية الكويسة لصلاح اللي هو بيرفع الضغط عن اللعيبه. هل هو قالها بشكل احترافي؟ ممكن اقول لك مش قوي يعني، انت فاهمني، لكن انا شايفها ان الموضوع مش مستاهل الضجه الكبيره دي. تقول لي امال ايه اللي مستاهل؟ اللي مستاهل يا معلم اللي انا اركز مع المنتخب بتاعي واشوف العيوب والميزات اللي انا اقدر اتمسك بيها في الماتش الجاي مع الكوت ديفوار تمام. لكن انت تقعد تمسك لي الكوره وتمسك لي مش عارف في دي عملها ازاي، وشوف حسام حسن بيتخانق مع لاعب بنين، ومروان عطيه دخل وشوبير شد عشان مش عارف. انا عارف اللي انا عجبني الاداء ده والحاله اللي موجوده، لكن انت الحوار اللي هو تقليل ومش تقليل انا شايفها مش تقليل خالص. واللي انا اللي شايفه تقليل صحفيين اللي بيجوا يعجرفوا بالكلام ويجي يقول لك احنا مش صحفيين الانجليز، مش الانجليز، كلام مستفز انت فاهمني، وليه الحق اللي هو ممكن يتشنك عليهم فاهمني. وفي الاخر انت اللي بيرمي له الكلمه المستفزه يجي يقول له طب تعالى سلم عليا طيب، او ممكن اسلم عليك او بتاع. في الاخر انت بتجري وراه انت فاهمني، يعني ما اعرفش انت متناقض جدا يعني انت فاهمني. انا مع صلاح مقدم بطوله زي الزفت بعيدا عن الاجوان اللي جابها، وبطوله زي الزفت. الحاجه الوحيده اللي ممكن اشهد له فيها الكره الحاسمه في اول ماتش عامه، لكن ده برده كان عامل اداء كويس. لا كان زي الزفت. انت يعتبر الكور اللي المفروض حاسمه كانت في الدقيقه 88، انت عملت كره اللي انت كنت بتبصيها للحارس، انت فاهم النقطه. لكن انا لما الاقي نقط زي دي انا اتمنى ان انت ترفع الضغط من عليهم، ولو ده لصالح المنتخب يا عم انا مش متضايق. انا مش عايز الدنيا تقعد تهري كتير والناس تقعد تتكلم كتير، واصل ده عمل واصل مش عارف ايه والشغل التعبان ده. يا جدعان ركزوا في الكلام وخدوا بالكم. انت فاهم البطوله اللي احنا واخدينهم السبعه بلعيبه محليه، محلي زمان يفرق عن دلوقتي. كان عندك الدوري كان قوي، كان اقوى دوري في افريقيا عامه، كان معاك جمهور ودنيا وليله، وكان معاك جيل هو كان يقدر يستحوذ على الكرة في اي وقت، انت فاهمني. انت ما عندكش الامكانيه دي دلوقتي تمام، بالرغم ان انت معاك لعيبه محليه هي اللي بتعديك وهي اللي بتحللك وهي اللي بتعملك. برضه هحتسب اللي هو بيرفع الضغط من عليهم، عشان عارف ان المحليين دول هم اللي ليهم امل كبير للمنتخب مش محمد صلاح. وهي دي النقطه اللي انا قصدي عليها. هل انت بقى فاهم معلق املك على صلاح؟ مش معمل، هو بس عشان اسمه فبيخوف فاهمني، اسمه يخوف فاهمني، ودي حاجه ما تقللش منه عشان هو عمل اسم كبير في ليفربول، فدي ما نقدرش ننكرها. الحوار ده بيبقى حاجز ليك اللي فيه لعيبه تقدر تظهر، برغم ان انت المحترفين مش عاملين اداء كويس ومش باينين، هم المحليين هم اللي باينين تمام. هل انت كده بتقول كده بحس يا عمرو ان انت متناقض وكده؟ لا ابدا، انا مش متناقض والله في الحوار ده، بس انا بكلمك بسياق اللي هو ايه، هدوا الدنيا مش مستاهله يا عم. لو هو نيته زباله وحوار اللي هو بيقولها كده تمهيدا عشان لو خسرنا يا عم نبقى نحاسبه بعد ما الليله تخلص، ما نحاسبوش دلوقتي، ليلتنا تخلص الاول وبعد كده نتكلم، انت فاهم النقطه. وبس
كل ده الكلام اتقال على قشره الاندال، ما فيهاش اي حاجه يا عم. وهو يعني اتمنى اللي هو يركز في كور حاسمه، ودي انا ما اقدرش انكر اللي هو لو جات له كوره يجيبها. بس هل بقى انت في ماتش كوت ديفوار هتعمل الاداء اللي انت عملته قدام بنين؟ هيجي لك فرص كتير ولا هتبقى الدنيا متقفله؟ المفروض تصنع الحلول. تمام، مش هقعد اقول لك بقى عشان انا تعبت من الحوار ده اللي انت فاهم يتقال عليك اللي انت عامل مباراه ممتازه، عامل اداء كويس. لا، ده كلام فارغ وده ما يقللش. انا بقول لك على اللي انا شايفه، وما حدش يجي يقول لك هو انت مين انت عشان تقول صلاح ومش صلاح وبتاع. بني ادم عادي زي اي بني ادم في الشارع بيقول رايه، وعادي بيشتمه على القهوه او بيمدح فيه على القهوه. يعني في بيديله جانب ايجابي وسلبي، انت فاهمني؟ ده اللي فاهم كوره واللي بيفهم عامه. واحنا لو عشان احنا فاهمين كوره، المشكله اللي احنا بنفكر في ايه؟ في الاسوأ، ما بنفكرش في الاحسن اللي يخلي الحاجه تظبط معانا عشان نعدي ليلتنا. انت فاهمني؟ دايما نفكر ان احنا لو خسرنا او عملنا او قللنا او سوينا، وما نفكرش في الحاجه الايجابيه. تمام؟ ما اعرفش الحوار ده بيبقى نافع معانا وبيسلك معانا ولا لا، بس انا اتمنى يعني مع الوقت ان المنتخب يظبط دنيته، واتمنى ان المنتخب يكون بحاله كويسه. وانا يعني انا مبسوط جدا بتصريحات حسام حسن، بس انا شايف يعني الماتش اللي فات بالاداء ده هو يخوف شويه، بس تركيز. الخطه دي ما كانتش تنفع مع بنين خالص. الخطه اللي انت عملتها قدام بنين تنفع مع كوت ديفوار، تلعب على هجمات مرتده والمساحات الواسعه. المساحات الواسعه دي اللي هيخلقها لك مصطفى محمد بلعب على الاطراف والدنيا. الحوار اللي انت ما بتلعبش بمهاجم دي هترازيك وهتخليك اللي انت في التحامات بدنيه، هتفرهد مرموش وهتفرهد صلاح وهتفرهد لعيبه كتير. الف سلامه على محمد حمدي، انا نسيته خالص في الفيديو. الف سلامه عليه، وان شاء الله ربنا يكرمه ويرجع زي الاول. انا عارف اللي هو حلمه كان يروح كاس العالم، بس ان شاء الله ربنا يكرمه، وكل حاجه بتحصل لاي بني ادم بتبقى نصيب وخير ليه. تمام، وان شاء الله يبقى خير. وتريزيجيه الف سلامه عليه. تمام، وان شاء الله مع الوقت الدنيا تظبط. ماليش دعوه المغرب ظلمت تنزانيا مش عارف ايه، اصل ايه نركز فينا احنا الاول، وسيبنا من اللي حوالينا نعمل اللي علينا، وربنا هيكرمنا باذن الله. وان شاء الله ناخد البطوله طول ما احنا مركزين في الملعب. طول ما انت مركز بره الملعب الدنيا دي تمام. وانا مبسوط بحسام حسن اللي انت بعد كده ما تفكرش بره الملعب، تفكر بره جوه الملعب عشان ننجح. بس ده كل الموضوع، والسلام عليكم.